هو شارط عليا ان الجوازه دي مدتها شهر بس. فعلا اتجوزت وقعدت معاه الشهر واخدت منه المبلغ اللي هو كان وعدني بيه، وبعد كده عملنا حجه اي حاجه وان احنا ما اتفقناش واتطلقت ورجعت تاني بيت اهلي. ومن بعدها الموضوع ده بقى بالنسبه لي بزنس وشغل. بقيت طبعا بشتغل في الموضوع ده. اللي عاوز يتجوزني يتجوزني، بس طبعا بتجوز جوازات تقيله من رجاله يعني اثرياء، اللي هو قادر يجيب لي بقى هدايا ثمينه جدا. بمعنى اصح كده ببقى داخله على الجوازه دي اللي هعرف اخده منك هاخده، وبنبقى متفقين على وقت معين جدا، اذا كان شهر شهرين اكتر اقل حسب الاتفاق. وكل طبعا الفتره ما بتكون اطول كل المبلغ ما بيكون اكبر. المهم انه انا فعلا كنت بعمل كده وانا مش شايفه ابدا انه ده فيه حرمانيه، هو مش حرام، انا بتجوز على سنه الله ورسوله. المهم اني فعلا عملت فلوس وبقى معايا فلوس والحياه اختلفت، رفعت من اهلي، خدنا مكان جديد، بقى اللي نفسنا فيه بنجيبه، حياتي اختلفت تماما بصراحه. المهم في يوم بقى كده اتعرفت برضو على واحد بنفس الشروط وبنفس طبعا علاقتي وجوازاتي بتبقى كده. الشخص ده قال لي احنا هنتجوز، بس احنا هنتجوز يعني بصي كل شهر قابل بقى للزياده على حسب، يعني انت لو تمام وفل وعجبتيني ممكن اطول المده شويه. من هنا وافقت، ده شغل وبزنس فعادي وفي نفس الوقت مش بعمل حاجه. وافقت وكملت الجواز، وبالفعل قعدت معاه اكتر من حوالي شهرين، وهو طبعا كان يزود اسبوع اسبوعين وكان يديني قصادهم فلوس. المهم في الاخر خد القرار وقال لي لا حلو قوي كده بقى وخلاص، انا يعني مش هكمل اكتر من كده، انت بقى في حالك وانا في حالي ونطلق. من هنا طبعا انا كنت اتعلقت. اول مره في حياتي انا اتجوزت كتير، مش يعني من كتر ما اتجوزت الجوازات دي كانت جوازات سريعه وكلهم تقريبا كان مش اكتر من الشهر، فكان بالنسبه لي الموضوع عادي وورد عليا كتير، فمش فاكره فعلا عدد الجوازات. انما الجوازه دي بالذات انا اتعلقت بالشخص ده جدا، يعني حبيته فعلا من كل قلبي اكتر من اي راجل انا عرفته او اتجوز. من بعدها اول ما هو خد القرار وقال لي خلاص كفايه كده واحنا هنتطلق، بصراحه ما بقتش ابدا عارفه اعمل ايه، لدرجه اتحايلت عليه وركعت على رجلي قدامه، قلت له يعني انا حبيتك واتعلقت بيك، انا مش عاوزه منك اي حاجه، خد الفلوس كلها، لو مش حابب تديني مش عايز تصرف عليا ما تصرف، بس خليني مراتك وعلى ذمتك ان شاء الله تجيلي يوم واحد في الاسبوع، انا عادي ان شاء الله حتى تخليني يعني خدامه تحت رجليك هعيش والله. انا فعلا حبيت طبعا. يعني هو وقتها قال لي كلام جارح كتير وقال لي يعني احنا متفقين وده شغلك وانت ياما اتجوزتي بالاسلوب وبالطريقه دي، فانا استحاله طبعا تكون دي حياتي معاكي او اني افكر اني استقر واكمل بقيه عمري وحياتي كلها مع واحده كده ويبقى في اطفال بينا، انسي الموضوع ده. انا دلوقتي يا جماعه فعلا نفسيتي سيئه جدا، بمر بحاله اكتئاب فظيعه، ما بقتش ابدا عارفه اعيش، مش عارفه اكل، مش عارفه اشرب، مش عارفه حتى اعمل اللي كنت بعمله. حياتي فعلا وقفت عند الراجل ده خلاص. انا من بعديه مش عارفه ابدا ابص لاي راجل او اكمل حياتي. انا فعلا حبيته وده ما كانش بايدي ولا كان بارادتي ابدا. الحب ده مش